النهاردة كان الشيخ بيقول: انتم عارفين ربنا عز وجل ذكر لينا قصة الذبح ليه؟ عشان نرى ثبات سيدنا إبراهيم لما ربنا أمره بذبح ابنه وأحب الناس إلى قلبه، بس قال سمعنا وأطعنا. ربنا عز وجل ذكر لينا القصة دي عشان تذبح كل شيء بيعيق طريقك إلى الله، تذبح كل فتنة وكل شهوة لله، إنك تبعد عن أي علاقة مش لله وتقول سمعنا وأطعنا. تحياتي.